جاهزين بقى للمفاجآت؟ ايه هي المفاجآت؟ قيس فجأة كده اول امبارح بالصدفة والله عرفت وسمعت ان الخبير البرتغالي فيتور بيريرا موجود في مصر بدون اي اعلان رسمي من الاتحاد وبدون اي اعلان رسمي من لجنة الحكام. ومش عارف ايه الاسباب ان الراجل يكون موجود في مصر وما يتمش الاعلان عن انه موجود، او ايه خطة العمل خلال الفترة اللي جاية، او ماذا يدور حتى في الكواليس بفكره ان الراجل جاي. هل هيبقى الاول في تعرف على طريقه العمل، الاجتماع بلجنه الحكام، يشوف الاتحاد، يقعد مع اعضاء اتحاد الكوره، يبدا يشوف الخطه خلال الفتره الجايه. اتفقوا يبدا يشتغل، ما اتفقوش مفيش مشكله. الموضوع مش محتاج يكون فيه سريه يعني، ولكن زي ما انتم عارفين مفيش حاجه بتستخبى. الراجل جه قعد اجتمع، كان موجود مع المدير التنفيذي وكمان اجتمع بلجنه الحكام. وعشان اديكم سر من ضمن الاسرار واللي البعض حاول يعني ينفيها، كان في اجتماع فني لعدد من الحكام منتصف الاسبوع الماضي، وفي الاجتماع ده كابتن محمد فاروق والكابتن توفيق السيد ما كملوش الاجتماع، راحوا اجتمعوا مع الراجل الخبير البرتغالي بيريرا، وبعد كده جم في نهايه الاجتماع. في التوقيت ده كانوا قاعدين معاه بيشوفوا ايه اللي ممكن يتقدم الفتره اللي جايه، بيشتغلوا ازاي. الراجل عايز يعرف كمان استراتيجيه اداره اللجنه وايه اللي دار في اللجنه خلال الفتره الاخيره، وكمان بيسمع افكارهم عشان يبدا يشوف هيشتغل مع مين. ده حقه اكيد يعني، قصه مش قصه هيجي ياخد 18,000 دولار والموضوع انتهى على كده، لا لازم يعرف هو هيشتغل مع مين. المعلومات اللي وصلت لي في التوقيت ده ان الراجل يمكن معترض على بعض النقاط وعايز ممكن يعمل اضافات في اللجنه، عايز يشتغل مع ناس ممكن تكون مراقبين اشتغلوا في الكاف او في الفيفا، محتاج رؤية اوسع شوية عشان يبدأ يشتغل الفترة الجاية، في ظل ان الاتحاد اتفق معاه على ان يكون التعاقد لمدة 1.5 سنة، فبالتالي هو مش جاي لغاية نهاية الموسم وبعد كده يشوفوا هيكمل ولا مش هيكمل، لا ده الراجل هيقعد 1.5 سنة. المفروض الاعلان الرسمي لتعيين فيتور بيريرا الخبير البرتغالي او الحكم الدولي البرتغالي السابق المفروض هيبدأ أو هيتم بكرة من خلال مجلس اتحاد الكورة. ولكن أنا عندي جزئيتين أهم من كل اللي فات، وهما كالآتي. أولا، الجوب اسكريبشن لكل واحد في اللجنة هيبقى إيه؟ يعني مين هيبقى مسؤول عن التعيينات؟ مين هيكون نائب رئيس اللجنة؟ هل في إضافات هتتم الفترة اللي جاية؟ الراجل بيفكر إزاي؟ هل محتاج بعض النقاط الفترة الجاية عشان تتنفذ ولا لأ؟ لأن من ضمن الحاجات اللي الراجل اهتم بيها وركز عليها، واحنا كلنا عارفين إن مصر بتطبق تقنية الحكم الفيديو المساعد. فالراجل أكيد من أهم أولوياته الفترة اللي جاية التقنية اللي بتطبق في مصر. هل التقنية الحديثة؟ هل الفيرجن أو التقنية قبل اللي بتطبق في كأس العالم في روسيا يعني مثلا، أو اللي اتطبقت في قطر؟ يعني أكيد الراجل عايز يعرف يعني ماهية التقنية اللي بتطبق في مصر. هل الفيرجن الاول اللي كان موجود اول ما التقنيه نزلت ولا حصل تحديث عليها؟ دي نقاط مهمه جدا اكيد اتكلم فيها، لان كلاتنبرج كانت من ضمن المشاكل اللي واجهها وطلب تحديث فيها كانت تقنيه الحكم الفيديو المساعد. يبقى دي جزئيه كل واحد في اللجنه دوره ايه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه مهم جدا كمان، الراجل وهو شغال مين هيبقى معاه في اللجنه؟ يعني هل محتاج عناصر جديده ولا لا؟ انا على المستوى الشخصي كراجل متابع ملف التحكيم لازم يكون في اضافات في ملف التحكيم خلال الفتره الجايه، لازم يكون في اضافات، لان العدد الموجود عدد غير كافي. مش هتكلم عن اشخاص، كل الاحترام والتقدير ليهم، بس انا شايف اللجنه محتاجه ناس جديده، محتاجه على الاقل وجه جديد ما اشتغلش مع مارك كلاتنبرج. واكيد المعنى في بطن الشاعر، الناس فاهمه التفاصيل اللي عايز اقولها ما بين السطور. النقطه الثالثه والاخيره وهي الاهم في مسألة التعاقد مع فيتور بيريرا، وهي تتعلق بالفترة اللي جاية لما الراجل يشتغل. هل هيبقى هو رئيس اللجنة بالمسمى رئيس اللجنة عن ايده في التعيينات، ولا هيكون مسؤول عن التطوير فقط؟ لان نما الى علمي يعني، اسمعوها مني وبعد كده شوفوا هتحصل ولا مش هتحصل، ان الراجل ممكن هيكون مسؤول عن التطوير بس، ملوش علاقة بالتعيينات. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ولو صح، هل هيبقى مسؤول عن التطوير ويتحط بس بوزيشن كده انه رئيس اللجنة فقط ولا لا؟ ما هو لما يتحط رئيس لجنة يبقى ليه دور في التعيينات.
ملوش دور في التعيينات، يبقى انت قول لي من دلوقتي هو مدير التطوير عشان نبقى عارفين ونبقى شغالين مع بعض على ميه بيضاء زي ما بيقولوا كده ايه في اللغه الدارجه في الكوره بشكل عام يعني. فبالتالي الراجل مسؤول عن التطوير ولا رئيس لجنه بجد؟ ولو مسؤول عن التطوير هل هيشتغل بنفس الجوب سكريبشن اللي شغال بيه كيم لي شونج في الجزائر مع جمال حيمودي؟ انا هديكم مثال اهو. يعني في الجزائر جمال حيمودي الحكم الدوري الجزائري الشهير هو رئيس لجنه الحكام في الجزائر، وجايب معاه كيم لي شونج طبعا الحكم الدولي الموريشيوس الشهير اللي كان موجود في الاتحاد الافريقي مسؤول معاه عن التطوير. بس وهو مسؤول عن التطوير ليه دور كبير جدا في مساله التعيينات وكمان في التقييم الايجابي والسلبي للحكام مع جمال حيمودي. محتاجين نعرف التفاصيل دي لما الاتحاد يعلن بكره فيتور بيريرا رئيس لجنه حكام. هل رئيس لجنه ولا مدير تطوير؟ وهل اللجنه اللي معاه هي اللي هتستمر زي ما هي ولا لا؟ ونصيحتي للاتحاد، اللجنه محتاجه شخص جديد لم يعمل مع مارك كلاتنبرج، اللجنه محتاجه وجه جديد خلال الفتره اللي جايه. مش هحكي تفاصيل تانية، هسيبها بعد الاتحاد ما يعلن عن تعيين الخبير البرتغالي. لسه عندي مفاجآت في الملف ده، وزي ما قلت لكم من البدايه ملف التحكيم مركزين فيه جدا ومش هنسيب فيه هفوه زي ما حصل السنتين اللي فاتوا، لان الملف ده اصبح من اهم الملفات. وانت بتشتغل وبتعمل صفقات وتعاقدات وبتستعد للموسم لازم تركز على الجانب الاخر وتشوف الناس بتشتغل ازاي، لان للاسف انت بتصرف وبتستعد وبتيجي ناس تانية بتضيع مجهودك بتعيينات بمجاملات بحاجات كتير حصلت في السنتين اللي فاتوا.